السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصة اليوم كتر ما هي فرجة غادي تكون عبرة. كنتمنى الكل ياخدها عبرة ويحافظ على وليداته في الدار ويصونهم. انسان يتقاتل هو من اجل وليداته، ما نجعلوش وليداتنا ضحية. كيف ما كتشوفوا القصة اليوم، كيف ما قلت لكم، ديال واحد الطفلة اسمها رحمة كتكون في واحد البادية. هما ناس فقراء بزاف، يعني نقدروا نقولوا ما عندهمش حتى العشاء ليلة كيف ما كنقولوا. واحد النهار فجأة الام ديالها قالت ليها غادي نديك للمدينة عند واحد السيدة اللي غادي تقابلي ليها واحد الطفل صغير. طفلة رحمة عمرها 7 سنوات. 7 سنوات كنكونوا بغينا نقراو، بغينا نلعبو، بغينا نعيشو الطفولة ديالنا. هاد البنت هادي تسرقات منها الطفولة ديالها. داتها الام ديالها المدينة عند داك السيدة على اساس انها غتقابل ليها الطفل الصغير بس. ولكن بعد ما مشات الطفلة رحمة لهاديك الدار، تفاجأت بواحد العالم اخر. تفاجأت انها كتقابل الطفل اللي هو صغير. بعد ما كتجي السيدة من الخدمة تتشوف، يعني تتشد ولدها وتتنوض الطفلة رحمة الميناج. 7 سنين. الميناج اللي هو ماعن، كوزينة، كل ما يتعلق بالكوزينة كديرو داك الطفلة رحمة. فعمرها 7 سنوات. 7 سنوات كيكونوا باقيين الناس، يعني الاطفال باقيين خاصهم يلعبوا، خاصها تخرج، خاصها تلعب، خاصها تقرا. خوتي كنتمنى هاد القصه يعني تكون عبره لكاع الامهات. الا كنا فقراء ماشي عيب، الفقر ماشي عيب، ولكن نخرجوا حنا نخدموا، ما نخلوش وليداتنا فريسه للاخرين. هاد الطفله رحمه تعرضت لجميع العنف، يعني العنف اللفظي، العنف الجسدي، والتحرش الجنسي وهي عندها 7 سنوات. هاد الطفله رحمه كتقي نهار كامل في الميناج حتى نص من الليل، ومن بعد ما كتنعس كتفيق عاوتاني في الصباح بكري باش تشد هذاك الطفل باش الام ديالو تمشي للعمل. هما ناس موظفين. والغريب في الامر ان الاب والام ما مسوقينش، كيجيو كيديو ديك الخلصه كل شهر، ومصابكو كانت غير شي خلصه 200 درهم. 200 درهم ديالاش؟ راه ما دير ليهم والو. 200 درهم اش دير مقابل ديال شهر ديال تماره وديال العنف اللي كتعرض ليه هذيك الطفله هذيك. والمشكل الاكبر انها كتخرج وكتسخر وكتمشي يعني كتقوم بالدور ديال شي وحده كبيره. في واحد النهار كانت بوحديتها في الدار، كانت الطفله رحمه بوحدها. جا واحد الاخ ديال مولات الدار، واحد الاخ اللي هو مراهق باقي صغير حتى هو، عنده 18 عام. 18 عام مع طفلة عندها 7 سنين. لقاها بوحديتها وحاول انه يتحرش بها. طفلة عندها 7 سنين انا ما كتعرف شنو هو تحرش، يعني حاول انه يلمسها بجميع الطرق. والبنت مسكينه غير كتقول ليه بعد مني بعد مني بعد مني، ما عارفاش شنو هو هادشي هذا اللي كتعرض ليه، حيت راه طفله صغيره عندها 7 سنين، راه يلا كتعرف شنو انها تلعب، شنو انها تنقص، شنو ان هذاك العالم ديال الكبارين باقا ما دخلاتش ليه. جات مولات الدار وقالت ليها شوفي اش دار ليا خاك منين جا، راه دار ليا هكا وهكا وهكا. قالت لي علاش كتكذبي؟ الا بغيتي تمشي بحالك قولها لي بلا ما تكذب ليا على خاي مستحيل يدير هكا. كذبات الطفله اللي عندها 7 سنين وخلات الاخ اللي هو عنده 18 عام ما حاولاتش حتى تسولو ولا تقول ليه اشنو جرى ولا اشنو طرا ولا علاش درتي ولا علاش فعلتي. ديما كان الهجوم على رحمه، ديما كانت الكذابه هي رحمه. مره اخرى ما تصدقتهاش، ومره اخرى جا داك الاخ اللي هو طبعا غادي يعاود يطول حيت ما وقفوا حتى شي حد عند حدو. بعد ما كتكرفس في الميناج، كتكرفس في الصخره، يعني كتعرض لجميع العنف هاد الطفله هادي.
جا عاوتاني المره الثانيه غيحاول انه يحتك بالبنت اللي هي صغيره وما عارفه والو. 7 سنين يعني اتغتصب الطفوله ديال واحد البراءه، واحد البنت اللي هي بريئه ما عارفاش حتى شنو انك تلمس لها حتى يديها، فما بالك انك تلمس لها الجسد ديالها. مهم هاد المره هادي طاول بزاف، بقات كتغوت هذيك البنت بجميع القوه ديالها، وهو تيلمس فيها وتيحاول انه يحيد ليها الملابس ديالها، وتتقول لي علاش تحيد ليا الملابس ديالي علاش. فجاه دخلت الاخت، وهذيك الساعه هذيك شافت بعويناتها كل شيء، وقالت ليها انا راه كنت قلتها لك وما صدقتينيش، وانا بغيت نمشي في حالي. وكتبكي مسكينه لربي اللي خلقها. ومن بعد ما شافت اخوتي بعينيها ورغم ذلك بقات زايده في العناد، غوتات على خوها غير بطريقه بسيطه، مشى في حاله صافي. واحد التوبيخ اللي هو بسيط، وعيطت للاب ديالها قالت ليه دي بنتك، انا بنتك دوزات عندي شهرين ما لقيتش فيها ديك البنت اللي انا كنقلب عليها، ما كتعاوني ما كدير حتى شي حاجه، كتقيل غير جالسه قبل التلفازه. شوفوا الكذوب، سبحان الله، انسان لا اله الا الله، سهل انك تكذب وتبلع على واحد اخر. قالت ليه البنت لباها لا با، انا راه كان واحد الولد خاها كيجي وكيحاول انه يدير لي هكا. قالت لها اسكتي، علاش كتكذبي؟ منين بغيتي تمشي ما تكذبيش. قالت له هاد البنت عندك كذابه ولاحظت عليها الكذوب، وعاد ما كتنفعني لا في شقه لا في والو، دي بنتك عليا. ناض الاب ما نقولش عليه جاهل، ما عرفتش اش نقول عليه، ناض كيوبخ في بنته وكيقول لها صافي هيا جرات عليك، هيا معشني، هذيك راها طفله صغيره، راه خاصك انت تقوم بالواجب تجاهها، ماشي انت توبخها علاش ما جابت لكش الطرف د الخبز، راه هادشي عيب وعار. وحشومه هز بنته ورجعها للدار وهو تيغوت على المراه ديالو، تيقول لها ها انت تشوفي، ها بنتك ما خدمات ما عاونات ما دارت حتى شي حاجه، شوفي هاد الزريعه اللي ولدتي ليا. وعلاش ما نقولوش راه انت ولدتيها انت وياها، باش بكم ولدتو داك الطفله هذيك. الاولاد كنولدوهم باش نصونوهم وباش نحافظوا عليهم وباش نتيقوهم. طفله عندها 7 سنين راه مستحيل تكذب ولا تقول شي حاجه من الراس ديالها اللي هي خارجه عن الموضوع. حاولوا اننا وليداتنا نتقربوا منهم ونحافظوا عليهم، وإلا كنا مضطرين نخدموا في الميناج ما فيها عيب، راه عمل شريف، نخرجوا حنا نخدموا فيه. اللي كبارين وقادين على ذئاب اللي كاينين في الدنيا، راه كاينين ذئاب بشريه اخوتي، ذئاب بشريه خصها غير تاكل لحم الاخر وما كيهمهم شنو كاين. وهانتوما كيف ما شفتوا حتى مولات الدار كذبتها وقدام باها وكذبتها، يعني هذيك الطفله بقات ضحيه بالنسبه قدام باها، قدام ولات الدار، قدام هذاك خاها اللي ما عرفتش اش نقول عليه. مهم الله يهدي ما خلق وصافي، هذا ما كان. كيف ما قلت لكم بعد ما رجعت للدار البنت عرضت الجميع العنف من عند باها ومن عند الام ديالها. علاش درتي فعلتي لدرجه الضرب اخوتي، ضربوها علاش ما تديريش العمل ديالك مزيان وكنا كنستافدوا بهذيك 200 درهم وباش يكبروا خوتك اللي هما صغارين، وراه حتى هي صغيره. وفكروا بعقولكم، راه 7 سنين باقي نعلموهم كيفاش يغسلوا وجههم وكيفاش يديروا عادي وكيفاش يديروا عادي. ولكن شنقول لكم اخوتي، كاينين شي اب وشي ام راه ما عرفتش اش نقول عليهم، غير الله يهديهم ويصلحهم، هذا ما كان. والاطفال راه خصنا نولدوهم ماشي باش نتكرفسوا عليهم، راه رساله في الدنيا خصنا ناديوها، اننا نصونوهم واننا نحافظوا عليهم واننا نعلموهم الصح من الغلط واننا نحافظوا عليهم من الذئاب البشريه. بزاف ديال البنات بحال هكا يتعرضوا لجميع الطرق ديال العنف الجسدي واللفظي وكل شيء. الله يهدي ما خلق وصافي. المهم بغيت نقول لكم كنتمنى تستافدوا من هذا القصه، كيف ما قلت لكم راها عبره اكثر ما هي فرجه. كنتمنى تخليو لي ارائكم، كتهمني بزاف. شكرا لكم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.